استاذ مصطفى، مساء الخير. مساء الخير استاذ احمد، اهلا بيك. اولا قل لي كيف تقرأ مشهد مصر اليوم واحنا رايحين لقطر وجايين من قطر ورايحين مش عارف مين، كأننا فعلا مش عارف نعمل ايه. قل لي شايف ازاي؟ هل الحالة دي عندك؟ نفس اللغة اللي انت اتكلمت بيها. انا شخصيا النهارده وانا بشوف المؤتمر الصحفي الحقيقة شعرت بالاهانة كمواطن مصري، ورئيس وزرائنا بيقف قدام يعني رئيس وزراء قطر، ويبدو الامر وكأن رئيس الحكومة يعني يتسول من اجل يعني مبالغ محددة، او من اجل ان يحصل على 3 مليار دولار اللي هم بالاساس مش يعني منحة من احد، ولكن اما وديعة واما سندات ادخارية. لكن في كل الاحوال الحقيقة يعني المهانة اصبحت تملأ كل الاجواء، يعني سواء بره او جوه. احنا بقينا في ظل حكم الاخوان نشعر بالمهانة كمصريين، سواء في علاقاتهم بالقوى الدولية والاقليمية، وزي ما احنا شايفين انقلبوا على كل المبادئ اللي كانوا بيتكلموا عليها في علاقاتهم باسرائيل، في علاقاتهم بالامريكان، في علاقاتهم بدول المحور اللي يعني بتلعب دور كبير جدا على الساحه المصريه، سواء كان قطر او سواء كان تركيا او غيره. استاذ مصطفى خليني، لانه انا كمان الشعور انه في صحفي قطري شتم مصر، شتم الشعب المصري، مش لا شتم الشعب، ما شتمش السلطه، بيتكلم على شعب مصر وبيتكلم على الاحذيه تحت اقدام الامريكان والى اخر ذلك، او رؤوسنا تحت اقدام الامريكان. لغه وضيعه ولغه حقيره. لسنا نحن الذين رؤوسنا تحت اقدام الامريكان، ولكن للاسف يعني حكوماتنا وعلاقاتها الاستراتيجيه بالامريكان هي التي دفعت الى هذا القول. ولكن في كل الاحوال مصر الشعب اعظم من ان اي حد يتطاول عليها. احنا الحقيقه لا نريد للحروب ان تصل الى حد الحروب بين الشعوب او بين الاعلام هنا والاعلام هناك، لكن اللي انا بقوله ان مصر لن تسمح، شعب مصر هي الحكومات بتسمح يعني، وبيقولوا ويتقولوا امامهم ولا ينطقوا ولا يتكلموا، ولا رئيس وزراء يجيب سيره رد ولا اي حاجه، لان بصراحه مصر ما عادتش تهمهم. كل ما يهمهم هو الحكم، هو الكرسي، هو استثمار هذا الوطن في شركات بتروح تبع ده وتبع ده، شركات للابناء وشركات للاباء. احنا كنا بنلوم في يوم من الايام يا استاذ احمد على احمد عز، لا ده النهارده في مليون احمد عز موجودين، وذات الاحتكارات اللي بتتم، والشركات دول اختصروا الدوله المصريه وثرواتها جميعا في ايدي مجموعه وحفنه، ينبثق عن هذه الحفنه مجموعات اخرى من رجال الاعمال. واحنا بنشوف وقائع بشعه، ربما يعني النظام السابق بكل ما فيه وكل ما عليه يعني يعني المصريون عندما يترحمون على هذا النظام بفساده واستبداده، ده معناه ان احنا بنعيش اسوأ مرحله تاريخيه في تاريخ هذا الوطن. استاذ مصطفى، كان الحقيقه ان مصر اكبر من ان تتسول، ومصر اكبر بكثير جدا من ان تهان. والشعب المصري حقيقه يشعر بالفعل ان حكومته وان قيادته ليست معه ولا تدافع عنه ولا تسعى الى ان تدفع البلاد الى الامام، بل بالعكس. احنا بنشوف الان فوضى ممنهجه، اعتداء على سلطات الدوله. يكفي يا استاذ احمد ان نقول انه يعني لما يطلع رئيس الدوله ويقول المهندس ابو العلا ماضي ان جهاز المخابرات العامه في 300,000 بلطجي، او عمل تنظيم من 300,000 بلطجي، ولا ينفي رئيس الدوله رغم مرور 3 أسابيع، اظن ان دي مهانه ما بعدها مهانه. يشعر المصريون جميعا بان رئيس الدوله يستهدف مؤسسات الدوله، ودي مساله غريبه جدا ما حصلتش في اي بلد ولا في اي تاريخ. يا سيدي كل موظفي الدوله يشعرون انهم مستهدفون، كل مؤسسه على ارض هذا البلد تشعر بانه الزحف نحو الاخونه مرورا بالتفكيك قادم لها. استاذ مصطفى خليني انا عشان استفيد من حضرتك معايا. كان في كلام من شويه انه انباء انه ربما في تعديل وزاري، وكلام عن الدكتور الجنزوري وتغيير عدد من الحقائق، هل هذا الكلام صحيح؟ حضرتك تابعت هذا الامر؟ لا اظن ان الدكتور الجنزوري يمكن ان يقبل بالعوده مره اخرى امام هذا الانهيار الكبير. الدكتور الجنزوري تحمل في الفتره السابقه يعني
ما لم تتحمله وتنوء عن حمله الجبال. ومع كل ما كان يحدث معه من الاخوان المسلمين ونواب الحريه والعداله، لكن الرجل ظل صامتا وحمى قيمه الجنيه المصري. الجنيه المصري ما زادش في تاريخ الفتره اللي تولى فيها الجنزوري اكثر من قرشين 3 قروش. النهارده الجنيه المصري داخل الدولار داخل على 9، ما قيمته 9 جنيه مصري. وده يعني اذا كانوا لا يعرفون معنى هبوط قيمه الجنيه، فاعتقد ان الاسعار في الفتره القادمه ومعدلات التضخم ستتزايد بشكل كبير جدا. ولذلك لا اظن ان الدكتور الجنزوري يمكن ان يقبل ان ياتي في هذه الفتره التاريخيه والاوضاع الاقتصاديه منهاره، لن يستطيع انقاذ اي شيء. ومن ثم فالرجل اعتقد انه اكتفى بدوره الوطني الذي قدمه في الفتره. انا في تقديري ان اي رئيس وزراء هيجي مع جماعه الاخوان حتى لو كان بعيد عن جماعه الاخوان لن يسمحوا له بان يلعب اي دور على الساحه، ولن يتركوا له فرصه لممارسه دوره. النهارده اللي بيحكم الرئاسه وبيحكم الحكومه هو مكتب الارشاد، وزي ما انت شايف حاله التخبط والعشوائيه هي السائده في كل القرارات وفي كل المواقف. التصفيه السياسيه والثأر والانتقام من كل رموز الدولة المصرية هو العنوان اللي ماشيين عليه، ولهذا نحن وصلنا إلى هذه المرحلة الخطيرة في تاريخ. أستاذ مصطفى، في سؤالين. السؤال الأول يتعلق بتصريحات مؤسسة الرئاسة والمتحدث الرسمي مساء اليوم المستشار إيهاب فهمي، وأنا أعتقد أنها خطوة إيجابية بسحب كل البلاغات الخاصة بالصحفيين والإعلاميين اللي كانت تقدمت بها مؤسسة الرئاسة. كيف قرأت هذا التصريح وهذا الإجراء الإيجابي بالنسبة لنا كصحفيين؟ أستاذ أحمد، يعني أنا كنت أتمنى الحقيقة من الرئيس ومكتبه القانوني ألا يتقدم بهذه المطالب بهذه البلاغات من الأساس، ولا يتوجب يعني إنه الآن بعد ما العالم يعني وقضية باسم يوسف سمعت الدنيا كلها إنه يلجأ الرئيس متأخرا إلى سحب البلاغات. كويس إنه عمل هذه الخطوة، لكن الخطوة الأهم التي كان يتوجب على الرئيس القيام بها هو محاسبة من أهانوا الإعلاميين ومن قطعوا الطريق على مدينة الإنتاج الإعلامي. هو وقف أخوانة الصحافة، هو الحفاظ على حرية الصحفي وأمن الصحفي، هو السعي الدؤوب من أجل يعني القبض على قتلة زميلنا الحسيني أبو ضيف وغير ذلك من الأمور. قضية مش قضية بلاغ يتقدم وبلاغ يتسحب. أنا بعتقد إن كل البلاغات اللي اتقدمت دي بلاغات في شيمكو كانت هتاخد براءة في المحاكم. وعلى النظام أن يعيد التفكير ويحترم الصحافة ويحترم الإعلام. مش هنهلل لحكاية سحب بلاغ وراح بلاغ. إحنا تعرضنا في الفترة الماضية لإرهاب حقيقي كإعلاميين وكصحفيين وبموافقة الرئيس شخصيا، وهذه امور لابد ان تكون واضحه للعيان. خليني في كلام متداول اليومين اللي فاتوا، ربما الرئاسه بتنفيه، بس انا هقول الكلام لحضرتك المتداول، انه كان في ازمه ما بين الرئيس والفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، انه وزير الدفاع عايز يعلن نتائج التحقيقات او النيابه العسكريه تعلن نتائج التحقيقات في قتله شهدائنا في رفح، والرئاسه طلبت مهله او ارجاء هذا الامر. الرئاسه اليوم في سؤال حوالين زياره وزير الدفاع بالامس قالت انها زياره عاديه. كيف تقرا هذه الزياره وهل كان فعلا في ازمه ولا لا؟ اولا قضيه رفح الحقيقه يعني منذ 5 أغسطس الماضي والوعود تتردد بالكشف عن تفاصيل هذه القضيه ونتائج التحقيقات، والمشير كان عايز يعلنها يوم الخميس 9، ولكن الحقيقه الرئيس ارتأى تأجيل الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات. الآن مضت شهور عدة ومع ذلك يبقى الوضع على ما هو عليه، وهذا يجعلنا نتساءل عن الأسباب الحقيقية لعدم الإعلان عن نتائج تحقيقات حادث رفح. هذا أمر خطير جدا للغاية، يتحمل الرئيس محمد مرسي المسؤولية الأساس، لأن دماء الشهداء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تترك هكذا، ولا يجب السماح بأي حال من الأحوال التكتم على هذه القضية الخطيرة. ولذلك أنا أعتقد أن الفريق الأول عبد الفتاح السيسي في زيارات مختلفة طرح أكثر من مرة مسألة الإعلان عن ما تم التوصل إليه من نتائج فيما يتعلق بهذه التحقيقات،
لتهدئة مشاعر المصريين وللكشف عن المعلومات التي توصلت إليها المخابرات الحربية والأجهزة الأمنية وحققت فيها النيابة العسكرية طيلة الفترة الماضية. أستاذ مصطفى، في كلام على أنه ما نشر في الأهرام العربي قبل 3 أسابيع فيه نسبة يعني دقة أو بحوالي 85% من الأسماء التي نشرت فيما يتعلق بمجموعة من قيادات حماس أو القيادات اللي موجودة في قطاع غزة من المحسوبين على جيش الإسلام في غزة إن هم اللي نفذوا هذه الجريمة. هل ما لدى حضرتك من معلومات يتسق مع تلك الأطروحات؟ والله أنا شخصيا يعني لا أستطيع أن أحسم أمرا بهذا الشكل، لأنه بالتأكيد يعني الجهة المعنية بالكشف عن هذه الحقائق هي جهات التحقيق التي تتولى هذا الملف. قد تكون لدي معلومات وقد تكون لدي أسماء، ولكن بالتأكيد يعني من الطبيعي أن ننتظر لحين إعلان هذه الأسماء، ولكن مطلبنا هو مطالبة الجهات المعنية وجهات التحقيق بأن تكشف فورا عن أسماء المتورطين في هذا الحادث حتى يمكن بالفعل الثأر منهم جميعا. أما ترك الأمور بهذا الشكل فهذا أمر مرفوض من كل فئات المجتمع بلا استثناء. هل تتوقع أن وزير الدفاع هينجح خلال الأيام القادمة في الإعلان من خلال النيابة العسكرية الإعلان عن نتائج التحقيقات أم لا؟ يعني أعتقد أن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي لن يقبل أبدا بأي حال من الأحوال التفريط في دماء أبنائه من رجال القوات المسلحة، وأظن حسب المعلومات التي يعني أعرفها عن يقين أنه طالب أكثر من مرة بالكشف عن هذه التحقيقات، وأنني أدرك أن الأيام القادمة ربما تحمل جديدا في هذا الاتجاه. أستاذ مصطفى بكري الكاتب الصحفي عضو مجلس الشعب السابق رئيس تحرير صحيفة الأسبوع، شكرا جزيلا لحضرتك.